معجزات كبيرة جدا صورتها الكاميرات لأشخاص نجوا من الموت بأعجوبة. سبحان الله. قبل البدء بالفيديو صلي على النبي واشترك بالقناة، وإذا كنت مسلما اضغط لايك لنرى عدد المسلمين في هذا الفيديو. هذا الرجل كان يقود سيارته وهو في طريقه إلى الصحراء، فوجد أمامه هذه الطائرة التي كانت أن تقضي عليه. فلما سألوه ماذا كنت تفعل في هذه الصحراء؟ قال أود وضع بئر ماء للناس الذين يضيعون هنا كي لا يموتوا. أراد فعل الخير فعوضه الله وأنجاه من الموت. سبحان الله. أما هؤلاء كمجموعة من الرحالة، شخص يقول لصديقه انظر إبداع الخالق، فرد عليه صديقه ما الإبداع في هذا؟ لا أراه. فأراه الله كيف بلمح البصر يسقط كل هذا ويقتله في ثوان لو رفع رحمته عن عباده. سبحان الله. أما هذا الشخص عربيا ملحدا سافر ليتصور عند برج إيفل في فرنسا، وهو يأخذ الصور قال وهو يسخر ارتفاعه سيصل إلى الإله، فضرب البرق قمة هذا البرج وأنجاه الله ليراجع نفسه قبل فوات الأوان. فصعق الشاب الملحد وانتشرت له صورا كثيرة وهو يعتنق الإسلام. سبحان الله. هذا الرجل كان ذاهبا إلى ضفة النهر الأخرى، والطريق الوحيد هو السباحة، فقرر أن يسبح النهر ويقطعه، ولكن وهو في الطريق سقط على رأسه حجر، فغضب وشتم الذات الإلهية ورمى الحجر في النهر، وإذ بتمساح ضخم يظهر فجأة ويبتلع الحجر، فلم يكن يعلم أن هذا كله حماية من الله، فانصدم وبكى بكاء شديدا، ودخل الإسلام على الفور، وأصبح من أكبر الداعيات للإسلام في الهند. سبحان الله العظيم الذي يسخر لنا أمرنا كيفما توجهنا. إذا وصلت إلى هنا لا تنسى قول هذا الدعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أستغفر الله، سبحان الله، الحمد لله. الحمد لله أقصى مبلغ الحمد، والشكر لله من قبل ومن بعد. لا تنسى مشاركة الفيديو مع أصدقائك، فالدال على الخير كفاعله.